نعيمة الصغير وحش الشاشة النسائي. اسمها نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، من مواليد 25 ديسمبر 1931، حي كرموز الإسكندرية، والوفاة 20 أكتوبر 1991، عن عمر 60 عام. نعيمة صاحبة أشهر إعلان إباحي وكوباية شاي، قضت على مستقبلها في الغناء واشتغلت ممثلة. بدأت نعيمة في الموالد والأفراح، كان صوتها حلو جدا، وكانت مغنية. بدأت من عمر 10 سنوات بتغني على البحر في الكازينوهات والكابريهات في اسكندرية كانت وقتها شعلة فنية. اشتهرت نعيمة وكل كان بيقول هاتوا نعيمة هاتوا نعيمة، ونالت إعجاب الناس وذاع صيتها في اسكندرية كلها. وبدأت في احتراف الغناء في عمر 16 سنة، وغنت في حفلة كان موجود فيها المونولوجيست محمد الصغير، اشتغلت معاه في فرقته، وبعدين عرض عليها الجواز، اتجوزته. المونولوجيست محمد الصغير عمل لها لحن اسمه مش طايقة سيرة الحب وكرهته. اشتهرت الأغنية وسمعت في اسكندرية كلها، وبعد كده نزلوا القاهرة، اشتغلوا في فرقة إبراهيم حمودة، واتجوزها محمد الصغير وهي في عمر 17 سنة. وسابوا الاتنين فرقة إبراهيم حمودة، وبعد كده اشتغلوا في فرقة إسماعيل ياسين، كسرت الدنيا في مسرحيات إسماعيل ياسين. وشافها المخرج حسن الإمام، هي وجوزها محمد الصغير، سماها نعيمة الصغير، وقال لها وقتها أنا بعمل فيلم اليتيمتان بتاع فاتن حمامة وفاخر فاخر وسوريا حلمي ونجمة إبراهيم ومجموعة كبيرة من الفنانين ورياض الأصابجي وصلاح منصور، وغنت فيه أغنية واحدة اسمها طب وأنا مالي، والكلام ده كان سنة 1948. وبدأت أدوارها تكبر في فرقة إسماعيل ياسين، وبدأت المنافسة بينها وبين واحدة صاحبتها في الفرقة، ومشاكل وخلافات بينهم وبين بعض، حتى إن في يوم جه فرح لنعيمة الصغير عشان تحضره تغني فيه. صاحبتها راحت وخدت الفرح وخدت مكانها في الفرح، واتخانقوا على كده، واسماعيل ياسين تدخل وقال لهم صفوا اللي ما بينكم. وبعد كده صاحبتها في الفرقة اعتذرت لها وقالت لها أنا عزماكي على العشاء، وراحت اتعشت عندها، وبعد العشاء شربتها كوباية شاي، لكن كوباية الشاي ما كانتش طبيعية، كوباية الشاي كان فيها سم. نعيمة الصغير كانت ست جدعة وست طيبة، وهي بتشرب الشاي قالت لها الشاي ده طعمه غريب، قالت لها أصلا أنا جايباه من هنا جايباه من هنا. المهم شربت كوباية الشاي وما فقتش إلا في المستشفى، وجدت جوزها واقف جنبها، ودخلت نعيمة في غيبوبة 3 أيام. ولما فاقت الدكتور قال لها انت تعرضتي لمحاولة تسمم، وفاقت وعايزة تتكلم، معرفتش تتكلم، لقت صوتها اتغير 180 درجة، أصبح صوتها خشن. والدكتور قال لها لأن بنيانك كويس وصحتك حلوة وجسمك يعني ضخم قدر يستحمل السم، ولكن السم أثر على أحبالها الصوتية، وقعدت نعيمة 2 سنين في حالة صعبة وحالة اكتئاب لأنها فقدت صوتها. ولكن جوزها محمد الصغير وقف جنبها وقال لها استغلي صوتك، انت كنت مطربة، استغلي صوتك بقى. شوفي اسماعيل ياسين بيستغل بقه الكبير، وشكوكو بيلعب بالعباية والجلابية البلدي والعصا والطربوش. واشتغلت نعيمة الصغير على نفسها واشتهرت ككوميديانة أو دور الحمى المتسلطة، عملت أدوار الشر، لكن الشر الحلو اللي بيتقبله الجمهور. ورجعت تاني مع فرقة إسماعيل ياسين لكن بشكل تاني، واختارها يوسف شاهين في فيلم اسكندرية ليه، لأنها كانت جارته في اسكندرية، كانت شغالة في الكباريه اللي تحتيه، وهو كان ساكن فوق وهي عارفاه. رصيد نعيمة الصغير من الأفلام 185 فيلم من سنة 1948 ل 1990. من الأفلام المشهورة ليها الشقة من حق الزوجة، العفاريت، شفيقة ومتولي، جري الوحوش، القاهرة 30، لا تسألني من أنا، قصر الشوق، نحن لا نزرع الشوق، غاوي مشاكل، كراكون في الشارع، التعويذة، الليلة الموعودة، وغيرها من الأفلام والرصيد الفني الكبير اللي تركته لنا الفنانة الجميلة الراحلة نعيمة الصغير. كان بيحبها وبيحب تشتغل معاهم الفنان الكبير الزعيم عادل إمام والفنان الكبير محمود عبد العزيز، وما مشيش في جنازتها إلا الزعيم عادل إمام وقرايبها وولادها واخواتها. وبيقولوا إن هي عملت إعلان إباحي واحد، عملته وصورته، لكن الرقابة شالته، ولكنها قبضت ثمنه، رفضت ترجيع ثمنه، وقالت أنا اشتغلت وخلاص. رحم الله الفنانة الراحلة نعيمة الصغير وحش الشاشة النسائي. تميزت بالأدوار الكوميدية، وتوفيت سنة 1991 عن عمر 60 سنة بعد معاناة مع مرض السكر وارتفاع ضغط الدم. ادعوا لها معي بالرحمة